انتوا كنتوا فين؟ احنا بندور عليكم. تعالي يا كنوز، تعالي اسمعي أفكار ماما. يحيى، انت مش مقتنع بفكرتي ولا ايه؟ مش مهم أنا يا ماما، نسأل بابا. انت ايه رأيك يا بابا؟ رأيي إن رأيي طبعا إن الفكرة ممتازة وجديدة كمان. طب ممكن تقولوا لنا الفكرة أصلاً؟ لأنكم بتتكلموا عن حاجة لا أنا ولا كنوز عارفينها. بص يا سينو، ركزي يا كنوز. دلوقتي احنا في زمن غير زمننا، صح؟ صح. معنى كده ان حاجات كتير في زمننا مش موجودة هنا دلوقتي. والعكس برضو، بالتأكيد في بعض الحاجات والمهن هنا مش موجودة في زمانكم. صح يا سينو، عشان كده أنا دورت على شيء مشترك وفي نفس الوقت إحنا بنقدمه بشكل مختلف. ولقيت إيه؟ لقيت الفول. الفول اللي بنفطر بيه يا ماما؟ صح يا كنوز، مامتك قررت تفتح هنا محل فول. يعني لو مشروعها نجح غالبا بعد 5000 سنة هيلاقوا بردية بتتكلم عن أول سندوتش فول في التاريخ. يحيى، بطل لماضة واسمعني، اسمعوني كلكم. الزمن ده فيه فول وفيه كمان بقوليات وأكلات كتيرة تانية لسه مستمرة لحد زمننا، بس طريقة التقديم مختلفة. فأنا بقى قررت إني أفتح محل فول بالطريقة اللي بيتقدم بيها في زمننا. يا ريت نعرف إزاي بيصنعوا العربيات ولا التليفونات، كنا عملنا طفرة في التاريخ المصري القديم. انتوا ليه محسسيني إننا طالعين رحلة عمل في أي دولة؟ احنا في مغامرة، حاجة مجنونة بتحصل لنا وحتى مش عارفين بتحصل لنا ازاي. اديك قلت حاجة مجنونة. يلا بينا بقى نتجنن احنا كمان شويتين. بالمناسبة شعب كيميت بيحب الفول جدا. أنا شخصيا بحبه لأنه مفيد ولذيذ. حتى انت يا سينو. يا يحيى، انت أسرتك جميلة وأفكارها مجنونة بس مختلفة. أنا قررت أساعدكم.